السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، سيغيثما بحول الله تبارك وتعالى أكن النوم نقدم اسم الحد، وهو شرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما يسمى بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي ترحم ربي عفوياس وترحم ربي جميع علماء مسلمان. إلا نجمع كتاب ثيغ مسلاين النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نحتاج ويثم إلى كتاب الله عز وجل، إلى القرآن الكريم، كذلك نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ربي غيثما اهدي تسبينا، اهدي تفهما، اهدي شرحا، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة النبي تسدو وحيد أول ربي. ولهذا غنضر بالعالمين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وغنضر بالعالمين: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وغنضر بالعالمين: إن يسن النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، صلى الله عليه وسلم. السيد إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى نبدأ يوم الموضوع، وتدنوي إن شاء الله كسلسلة بحول الله تبارك وتعالى. الموضوع أي نقعنان الأمور المنهية عنها. لا شك أن لانت الأمور جاينين لان إفرضا انتظر بير، نغضين لان يوجبا انتظر بير، وكذلك الأمور لان ينهير في اللسنت ربي، غير ينهير في اللسنت نبير. لا شك أين يغدي أمر ربي النبي غدين يغدي أمر ربي، والحاجة فوش يخينها النبي غدين فوش يخينها ربي. فغنصر بحول الله تبارك وتعالى أين فوشو يخينها رب العالمين في اللسنت، ما يسمى بالمنهيات. النبي عليه الصلاة والسلام يثمغ الناد: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فرغون هضرر فوين حاجة غدي أمر رب العالمين، حاجة غدي أمر رب العالمين، حاجة غدي أمر زيس النبي عليه الصلاة والسلام: إنك فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العبد يتوأمر الصلاة، وهذه الصلاة يتوأمر وكن يؤديها على وجهها، وكن يقصد بين النبي عليه الصلاة والسلام: وكن يغدي نصلوا كما رأيتموني أصلي. فيصلي غادي الظل واقفا راكعا ساجدا إلى آخره. ولكن العبد لا نريد من غادي الظل سبدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دينا رب العالمين: فاتقوا الله، دين النبي: فاتقوا الله ما استطعتم. غادي الظل عاود فكر سير، غادي الظل على جنب. ولكن ينادى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص النهي، أين فوشو غينها في الناس: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. دينا رغم النبي عليه الصلاة والسلام بعث وين يلزم، لا، إنايك أين فوش يكون منهي في الناس ويخريكم جبدي ماني في الناس بعدك في الناس. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
فمن بين الأمور إلا المنهيات إلا ننهي فلاس النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله الإمام النووي غفر رحمه ربي لا شك لدنيا لا ندخل المواضيع إلا ننهي فلاس ربي ننهي فلاس النبي. ولكن الإمام النووي غفر رحمه ربي أول منهي منها فلاس داير كتاب ثير يوث الحاجة، وهو أمر خطير جدا. إلا بالك يجمع تزيس المنهيات مرة فوشوخينها رب العالمين تسكن تدقوا كان شتيه فلا يوثن إلا يون العضو قال جثان بنادم يوثن تقديت وكسوم قال جثان بنادم ما إلا السنة تستخدم، ما إلا السنة مشارة تسدو، السنة مشارة تستخدم إن أحسن إليها أوصلته إلى خيري الدنيا والآخرة. فقدتين وكسومي إلا قال جثان بنادم ما إلا السن العبد مشارة غادي يستنفع زيس، مشارة غادي يستنفع زيس أدياوي ننفعني ذاك الدنيت وديرنو غادي ياوي ننفعني ذاك الآخر. وما إلا فقدت وكسومي وري السينارة العبد تسدو وري السينارة تستخدم، يعني نتقاري كان كان غندير لي تطوير غندير هكا السويد المضرة تمطران ذاك الدنيت والسويد المضرة تمطران ذاك الآخر. لا شك أنه ثقدت وكسومية خوش بها غدا هضرة فلاس نسنيس العربية مرة دي لسية ها وين خوشومي قنها فلاس النبي عليه الصلاة والسلام. إلا ندني وسادي ونصحبي غادي يضرب بفلاس الناس يا رسول الله الناس وريد الخير أتخدمه الناس النبي عليه الصلاة والسلام إني آمنت بالله ثم استقم الناس مع ذا شو يلسي سكا الناس كف عليك هذا. وفي حديث معاذ بن جبل بن قاورس إن شاء الله تبارك وتعالى إن يسمى إلا تبغي تقدو الريح الحاجة فشرة ثم لك تزيز كلش ذا شو متفنسيس الناس كف عليك هذا يلسي يثمى لوين يمود يوي نصنغر حقيقة نزرم لوين يدزرم فغزر مين يتما ميلا يتقص. لا شك أنه غادي يوين المضرة، لا شك أنه غادي يوين المضرة بالدنيا في الآخر. ولكن ما إلا يسن العبد مكرا غادي يسدو تقديتين وكسوم يسن مكرا تستخدم أو قرأت تستخدم وهو العالي كلمة طيبة قراءة القرآن الذكر الصلاة إلى آخره. لا شك أنه غادي يستنفع عزيز في الدنيا وديرنو غادي يستنفع عزيز الآخر. ولهذا رب العالمين ينهى في الحاجة أين قعناني لسير الموضوع مزواج شو ما نبدو زيس هي الغيبة. الغيبة فقال باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. يحرم رب العالمين الغيبة إرنا طلبا يوم مرض وكان أنحرز السيئ وكان نحرز نستخدم أنا قاق الخير. فغينا ضرب قواليس يشبه ضرب العالمين الغيبة. أولا نفهم شو معنى الغيبة. الغيبة يسفهم مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. شو الغيبة يا رسول الله؟ الغيبة نذكر غضهر فيما ونساغ ثنقل غيابيس الغيابيو يعني ولله رزافيا ثنقل غيابيو ظهر فلاس ألو كان ذي سل أين يهضر فلاس أتيقرح الحال تجرح توليس تجرح تتسس هذه فقع وريب غارة. ذكرك أخاك بما يكره. ذكر ديون صحابي غاكاين غادي يهضر بفلاس يبغى غادي يفهم وسبحان الله
سيسقسينا الصحابة غادي يهضر ربي فلاسن ما ترومار كما يتما شحال من حديث الصحابة غادي يهضر ربي فلاسن نفهم الدين لنا السبانسان، لأنه لو كانوا سقسينا راه لو كانوا ولادنا كنا ونفهم راه فالسبان الصحابة غادي يهضر ربي فلاسن ما دايرين الحاجة تسياسن تقلبال وتفهمنا راه غادي يسقسي حتى نكني الإشكال غادي كيسق الخروينا. فغيكر ديونو صحابي اللي باغي كيسقسي ناس يا رسول الله الناس أرأيت إن كان أو قلت ما فيه الناس ما إلا يعني غين يهضر في الناس غاشو كان الغيابيس ولكن غين يهضر في الناس بصح سيدتي يعني ذي الحق يعني ماشي ناس كذبيس كذبوا في الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ميلا الغيابيس ميلا ديني غير تسنيت بصح أيني تهضر في الناس بصح فقد اغتبته وإن لم يكن ما فيه ميلا غيني تهضرتك في الناس ماشي من الصح بالكذب اخترقت له قصص خمطاش داك كنسقى من الزور خمطاش شوف غطاش داك يصغارون ايوا كان الشواط سمعي ليس مسكين ديك المره بريء مسكين ويوم يسقرون البهتان. اذا الغيبه غاسو كان هضر فيما اينين لان بصح تينا غير الغيبه وربي شو دينا اين غير تقرا الصيام صلاه المغرب لسوره الحجرات يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن تيكيك المره منهيه ملخ فلاسنت اين غير دينا ربي وخدمه راه اين غير دينا ربي وخدمه راه المنهيات ملخ فلاسنت مره وخي الله ما شاء الله تدناوي كسلسله لانه تحواج مره كيشتم مليح في مجتمعنا. فغنى رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومعرف كي يغضب المثل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل أو يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. بمفهوم أنه الغيبة إذا شوت الغيبة إليك ربي سبحانه وتعالى مرة هضرت في مهك الغيابيس الحاجة إلا لو كان سلسلة تقرأ حواليس وريب غارع إليك هل يا ترى ماشي إلا تهضرت في الناس كانت تداوي هكذا الميت هل يسمح وليك أتشط قلش ثانية في كوليش إلا يوزين غدا سيف كوليس هكا هادي تشكسو مني مسا ذاك الميت هكا إنك ربي خاطئ فكرهتموه فمكرات شتيمه أكسو مني ماك الغيابي وذا شو ذا المناسبة إذا هضر ربي أنه أكسو مني ماك الغيابي شو من في الديوين الغيبة شو هذه المناسبة أنه قرب العلماء لأنه الميت لو كان في سنة كان يعرف سنيه لو كانت واحدة تعدي تشتكى زيس ورزمير راه غادي ديفوندي في العمريس لا حول له ولا قوة ومع ذلك كيسمح له ولي كتسير تفوشي كا غورس رغم أنه رزمير راه غادي ديفوندي في العمريس. كذلك ماشي مرة هضرت في اللازق الغيابي أقلك تهضرت في اللازق الغيابيس وريزمير راه غادي ديفوندي في العمريس ثولا ما يثمى الصورة كاع غادي يشبه ربي يعني وين تهضرتك في اللازق الغيابيس أثنو بدي السيلارة خصو كان يسنا كي ديزمير غادي ديفوندي غادي بر إيمانيس ديالي كنشني الكذب هذه بر إيمانيس على الأقل هذه ديفوندي في العمريس. فما إلا نهضر في الناس أيني غاسو كان ذا الحق سيني غير الغيبة ولكن أشنع من ذلك ما إلا نهضر في الناس ويرنا ذا الكذب
فغنيك النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفع هضرت فلاس وكانش النير يرنا ذلك الغيابيس تنص كضرت فلاس ذوينا من البهتان فقط بهته. شو زعما بهته؟ البهتان يعني من الاندهاش، يعني حتى لو كان الانسان غادي يسل اسلحق الاخبار يندهش، بمعنى الفلاني غثاني يهضر فلاك اسلحق الاخبار، الفلاني غثاني يهضر فلاك تخضعات اللي يسقروه وينك سبحان الله يندهش لكن عجاب. الفلاني اللي يهضر في اللي انا سبحان الله هذا بهتان عظيم، يعني يندهش وذير ولكن والله سبحان الله شيني يعني نعجب غمش يعني ما يفغ الخبر أمنا الكذب اللي غمنا نتسا في حد ذاته وريد سمنا رغ الخبر منا غدا النول ويسقى من البهتان. فنربي النبي من هي غيثنا فكيشتين. النبي عليه الصلاة والسلام لاش دينا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دائما يثمع شوف أكون ذكر قاعدة الأمور لان إقعنان تقريبا الأمور إقعنان الكبائر كبائر الذنوب. الذنوب كان تعلمون لان مزيانين لان مقرنين، لان صغائر الذنوب لان كبائر الذنوب، لان مزيانين لان مقرنين. قال غالبا يثمع في مقرنين ما ينيك النبي أو إنك تمنو صربيع أو إنك تمنو صلاخر معناتها حسو غين غيك دهضر غاك مقريت حسو أين فوشورك الوغ في الناس مقريت، بمعنى خلاص لعب كان من فروضك تمنو صلاخ يتمنو صربيع يتمنو صلاخر الإيمان الحقيقي، بمعنى أنه يتمني الله ربي إلا الحساب إلا الجزاء ثم الآخر أتبدأ غير حسن رب العالمين ويحسب رب العالمين كل صغير وكبيرة ويحسب رب العالمين فوش يهضروا وربي غيدنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربي غينا يكثر حصوت أيني تهضرت تمزيان تمقرات إلا وين لكن تديج مع المرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فغنيك النبي عليه الصلاة والسلام فوينك تمنص ربي يعني أوينك تمنص ربي أوينك تمنص الآخر مرة ثلاثة تعضي تتمص لايت شراء نغاث هضرت شراء خمم مليح سالين السطر عاد الميزان عاد الميزان قاسم سليني على حساباتك مليح ما إلا ثوالتين ردي فغن قموشي أدياوي الخير أدياوي الإصلاح أدي خويا رويث مثل أدي جماعية رويث مثل أدياوي المصلحة سمقرانت إنيثيت الخير هذا ربح. ولكن ما إلا تعرمت أنه غمسليني غردي فغن هذه روحا متكرتوش أما البومبا غردي ترتق ما تتوزع تخدم الديقة تفرق ديال الفاميليا وتفرق ديال ويث مثل وتعاد الفتنه وتعاد البلبله وتعاد الخصومه إناش نبي أطفي ميش ولكن هي تما في الحاجه ما يسمى المصلحه. العبد غادي يهضر في ول لمصلحه ماشي من اجل العيب، ماشي وكنا غادي ننشر العيبيس، لانه الا الفرق العبد راضي ينصحون من باب النصيحه واحد العبد راضي لي اتبع لعيوب العباد يبغى غادي ينشر العيوبيس، بمعنى انه وين راضي ملاقا الفلاني غكا الفلاني غكا الفلاني غكا الفلاني غكا، يعني غادي ينشر العيبيس مره. فيقى الناس ماشي النصيحه اذا ماشي صغارهم تيغى الناس الفضيحه. ولكن شو النصيحة؟ ممكن فرق النصيحة. مثال كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مبريس والجزيز اسمي يفوك العدينس وسان خطبون ثلاثة اللي صحابين غير ضربي في الناس، أسامة بن زيد
ومعاوية وأبو جهل. يسد غور النبي صلى الله عليه وسلم تبغى تتشاور، يعني الناس يا رسول الله مثلا وسيد يخطبي معاوية، وسيد يخطبي أسامة بن زيد، وسيد يخطبي أبو باش راي توصيت رسول الله، باش راي سينيد قرقزنية، يعني والهي باش راي سينيد ذي مدوكاليك سنطل عم تخمم من العقليين سنين إلى آخره، باش راي سينيد باش تنصح النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أما معاوية فصعلوك، وفي رواية ضراب للنساء. الناس أما معاوية الناس وهي ضراب للنساء، قال روايتهم لا يدع عصاه على عاتقه، بمعنى مثلا رجزير ضراب للنساء العبدين اللي كث الخلاث، وصعلوك ذا مشحاح ذا البخيل وكم نصح غرزيس. أكن شتذلع عيوبيت ما ناخذي ذا العيب راسينتي ودم شحاح تهضرت في لازق الغيابيس دم شحاح. النبي من يسير معاوية هضر في لازق الغيابيس إن يسونا متسغرة دم شحاح. وضربوا للنساء بمعنى أنه يكث الخلاث. وفي رواية يعني من العلماء اللي شرح أنه يعني الغير وكان يشتيع الأذان نعم إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يهضر في معاوية ما كانش تا أبو جهل الناس، فهو رجل لا مال له فقير العبد زوالي، رجل لا مال له أنكحي أسامة بن زيد يوصلت النبي ذي ثرى النبي عليه الصلاة والسلام اسمي وصى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. هل المقصود أنه أذي ظرف في معاوية نخ أبو جهل؟ المقصود يعني سواكن يعني نظي ظرف لا سينديري خاطئنا، المقصود النصيحة. فغتوسد سقسف معاوية وحيد أبو جهل وأسامة ناس غويين ويون صغارا، وباش كانت تقنعط لابد مرك ديني غديس يواني وشويه خطير وشويه خطير باش كانت تقنعط إلا قص بروفيت دليل البينة. فغيبين سيد النبي عليه الصلاة والسلام لا شو يقسع العيب ويا ولكن تمثلتي تعالى منه تعالى فاطمة بنت قيس كان ماشي غيني وفيون ضص حبي غسيني مثلا معاوية تعالى تنسف كان، بمعنى أتشد نصدرك أرض الواقع عنده. وثينا يتمثل الأمانة بالمناسبة باش كتعلموا خلا ويتمثلوا والعالم لنا أنه كان يشتاد الأمانة نفهمك أرض الواقع. ثم غادي عناي وانا كدي قصد الشيء ذميس الحومه نغ مثلا يوون يقصد اليوث يبغى غتيا نغ حتى مثلا
يون يقصد يوث يبغى تسياق نغ حتى يوث النير تبغى تسقسي فوركاز النير اركاز يسعى الحق غادي يسقسي تمطوط ولا تمطوط تسعى الحق تسقسي فوركاز ماشي اذا ركاز كان راه يسقسي تمطوط ويذ الغلاط خي الله ويث مثلا ما راضي يروح قال مثلا انا واحد يخطب ليس الفلانيه ليس الفلانيه ما راضي يروح تسقسو ريفوزي واش ترفوزي واش قبيل طرا حاشا مننا كده نسد نسعى الحق نسد نسعى الحق ترفوزي واش مستعجب طرا لانه تشوف راه ما تفهمت وكذلك رجاز نفس الشيء رجاز يسعى الحق يسقسي ثمطوط تسعى الحق تسقسي فرجاز ولكن فرضا الا يوان يقصد كيد مثلا يخطب الليش فرضا ناغ مثلا غادي يخطب الليش ايا كان يا ما كان ومن بعد مسكيت يعلم انه شي مثلا الفاميليين سونتيفون ذا عميس ذا خاليس ذا الجيران الدريان الحومه المهم يعلم انه 800 سنه واك ديسك ديني يما والله راه حوايجك مليح مي راك تسقسي ولا شوف والله الفلانتيه ريوساد يقصد الليل وكان السين غرا العبد اللي بعد في الليل وشي الميس الحميني ناخ بالك شي الفاميليين ناخ بالك الخالي الشي ناخ عميس غاسو كانت سيدي القرابه غاسو كانت ذي ماشي او الله لو كان ذي ماشي وتعلمت انه مثلا يماش النير ناغ ميسني يماش النير ناغ ميس خالي في النير ناغ الجاري في النير تعلمت انه العب ما راه ذكر الصباح واحد تقراوات ما راه ذكر الصباح يتكشم دا وري علي من دي قرسان يتفق وري علي من دي قرسان ما راه ذكر واحد الشرط اكرمكم الله ونسوت السنان ونسنيت ما خلا وكان شتا والله ما الخل دا يستمثلوا ارمسفرنت السباق وكان شتي مي عالم تاسفير انه ذكر السبرات ديالك داك ديسك ديس قصير هل من الواجب استجاوبت نغا تخمط السيليت ثورا كي العبد ما هضر في الناس سيني غدا سكرا العبد يسكرو العبد خداع اثنا هضر في الناس اي نديري ومثلا الغيابي يعني مثلا اغتبغ نغ من باب النصيحه أستيني تيما وين خطوط وين غسكرا وين وري لقرا ميليش وين ورا قال نغمي ثيين وكنا قرا ثيين نسنيت نسنا كنيس قارن قصينات ومازاليت تفغوا بريد وكنا قرا لا اكا مركز في انتم ثيين من باب النصيحه ثيين ويد تيد الامانه ولكن خير الله ويثمثنا أكعب خير الله ويثمثنا الأمانية وتسدينا لا وسادي سكيد من باب النصيحة هذا الواجب لك استهضرت وبعدين ما إلا يتخدم إنسان لافوتيس ثورة ما يثمركم تفكر يونس قصير أهد بالككم ديسارو قروينون وتسيديك شبهة بالككم تخلط هكاك قروينون وكم يسقسير في اللاس نغديز قلي غيثمر النبي عليه الصلاة والسلام اسمه تساد فاطمة بنت قيس سقسفت ثلاثة من صحابية معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد شو ميسينا في أبو جهل ما تشفين ها ناس العرض زوالي ناس لا مال له فقير وليس عاري غير رمال يعني فرغ يوانا دي السليم غادي السطور كيني غامش نبي صلى الله عليه وسلم ويسدو رجاز التمطوطيين وكنا تتشاور ثلاثة رجاز نيين ومن بعد الناس وين غزوالي ومن بعد نسمي غدينا صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير
لكن نعلم ما كاينش تايي انه فواشو يديوي غادي يسقسي الحاجه تمزوات العبد يسقسي في الدينيس ما إلا العبد متدين ما إلا العبد يتسقط ربي العبد يسعى الاخلاق العاليه. اما قضيه الفقر فربي ملات وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما إلا غير سيك ديول يتسقط ربي العبد المتقي العبد الجامع هذه اذو ثمط اللي شيء جا سي على المال وجا ما تيخول يتسقط ربي ويسعى الاخلاق العاليه نايت غسو كان بزوالي في كاس الصح ذا شوت ذات الدين. ولكن تراكم تسقسي فين هو بالذات واش هما ركزايا من ياس النبي عليه الصلاه والسلام وتغارى لا مال له شي بارك ربي الخيار ذا شوت طويت سيدو مع ذا تسرحتت البدايه طويت سيد ما مثل يريد سيد ريمن تسرحتت من أين يجاوب أمش وسما خير منه عليش. ولكن النبي الناس وين إلى قسنارة وين ذا زواليا بمعنى ثورة يزمر دياسي ونس بمفهوم باش كتنسفهم مليح اك دياسي ون رجل متدين متدين يتسقط ربي يسعى الاخلاق العاليه العبدين لا يسقى يسعى النيه يسقى وليس يخطى مره ياري بردان الخدمه خال اصلا كان العبد الزوالي مادني العبد الزوالي ماشي معناتها هو يخدم هذا العبد يخدم لكن يسقى يساوي كاغرومي سستيدين يخدم وليس كفايه على غالب عيني ميديوي ما تشوف تفطو من سات واحد سمطوتيس وخلاص. واك دياسي وين ديني خاطي مثقبل غاري وشو لانه النبي وين اللي يجبر الزواج مثقبل غاري فاتي تصرف ذي لابد ان يتم تفهم غير الحاجه لانه ذي كني دينا غيمتنا البدايه نسعى الاختيار بصح يسعى الاختيار يسعى الاختيار كواشو يسعى الاختيار قدين ثلاثه سن صلحوا قدين بمعنى انه معاويه غادي يرضو ربي في الناس رجل متدين يخصو لا زح قديه ابو جهل رضي الله عنه رجل متدين يخصو لا زح قديه اسامه بن زيد رضي الله عنه رجل متدين ويخصو لا زح قديه اذا قدين مساوى هنا خاطئ مساوى تراد نقلها الدني وهي يسعى دريمن ويسعى دريمن من راس فكتوس ونيك سعاني دريمن ثمطوط سي اكتبار ربي ما تصحيش تزواليف ثمطوط سي اكتبار ربي الا قاس اختار الرجاز كانت تخلون ديرس لا ذو الحق ستختار رجوزي ارجازي الا ميل متدين يسعى غير من يسكت رب العالمين نعم الرجل نكني نقاد ثمطوط يدنا النبي عليه الصلاه والسلام تنكح المرء لاربع وشو تغني العيبه في الخلاف تغني في اربع الحوايج اما لجمالها التسياغي وشو لو دات تعزي وريد طلع لها الحوايج ديت المره يوغاس لو دات تعجباس تشبح تعزين تعجباس نقطه الى السطر الا ويتنيني وغاس لانه تسعى غير ريمان وثيق عيت لا تسعى الزينه وتسعى الزينه تشبح وتشبح راه ان مهم كي تسعى غير ريمان وغير على حساب تسعى الكواغتيس اروح غتساوي راسك وغتيصل نروح نعيش ساعه مدري من لاباس بها الا ويتنينا سيغي وشو لانه دي سنت الفاميليه سنت العباد مره هضر في النص الخير الور ذا الشرف في الليل ما الا ونسبغ ثاني ذا الشرف في الليل الا ويتنينا سيغ لانه ساعه غدي اكي غدينا النبي تنكح المراه لاربع لجمالها ومالها ونسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك تبغي تصرحوا اطفكتنا غيلا قد تعدي ولكن ما يلا تعدي اكنس القاري كنيس القبائل
الدين الزين ديالك وزين ما إلا زمرتها تجمع مرة جمالي تنتمرة أكان خطيتنا تمطوتي إلى تسعى الدين فانا تشبح فانا تسعى غير من نعم المرأة غير تختي ضرب العالمين سيوف تمطوثة أنظرت صوت سهل الكنز ولكن الحاجة تمزوها في الدين فمادام مساوى دويكي الدين ثورا تقلد عكرا من العيوب لا شو العيب وهي يكتف الخلف وهي موريس عاري دريمان أسامة غادي يضرب به في الناس يخطف الديسنات إمنا راه تشكط تشكتي أسامة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ناس أنكحوا أسامة رضي الله عنه إذا سيما يتما باش كيلعب وتسوس العبرة يقرويس ماشي نبي يتوصيغ في الدين ومع ذيع لا ثلاثة سند العباد الله متدينين الصحابة غادي يضر به فلاس على كل الوقت الحقاقد السؤال الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بالدرس الدستون الموضوع في حد ذاته ومازال أثن فكراء أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.